خطوة تأمين قناتك، الخطوة دي مش خطوة اختيارية، دي خطوة إجبارية مليون في المِيّة لازم تعملها لو أنت مُنشئ محتوى بتقدّم محتوى على اليوتيوب، وعشان تبقى فاهم أنت مش هتعرف تقدّم قناتك في تحقيق الربح إلا لمّا تكون عامل الخطوات اللي أنا هاقول لك عليها في الفيديو دي، لإن الخطوات دي يوتيوب بذات نفسه أمرك إنك تعملها عشان تأمِّن قناتك من إنها تتسرق، أو حتى لو اتسرقت هنصعّبها على الحرامي اللي سرق القناة بنسبة 70 ل80% زيادة، تمام؟ الخطوات دي خطوات مهمة جدًا، 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 ولو أنت عملتها هنزوّد نسبة تأمين قناتك بنسبة تفوق ال50 لل60%، تمام، ولو أنت مش عاملها لازم تعملها دلوقتي فورًا، والخطوات دي مهمة جدًا، 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 لو أنت عامل قناتك جديد أو حتى عامل قناتك بقى لك فترة لازم تكون عامل الحاجات دي. أول حاجة ببساطة شديدة هنروح لشاشة الكمبيوتر، دلوقتي إحنا في شاشة الكمبيوتر، طبعًا قناتي أنا مأمنها، فهاجيب لك قناة جديدة أنا عاملها هاقول لك إزاي بعد فضل الله نأمنها. القناة اللي قدامك دي زي ما أنت ما شايف مش متأمنة، حتى بيقول لك إن حسابك أكتر عرضة للهجمات بسبب عدم تفعيل ميزة التحكم بخطوتين، لذا ننصحك بتفعيلها الآن للاستفادة من مستوى أمان أعلى. طبعًا أنا باقول لك أهو يوتيوب بذات نفسه بيقول لك لازم تفعّلها. طب قدّر الرسالة دي مش موجودة عندك من فوق، تعمل إيه؟ هتخش حضرتك على كلمة Gmail، تدوس من هنا أهو على صورة الaccount بتاع حضرتك، وتيجي من هنا أهو على manage your Google account، يبقى أنت كده دخلت في إعدادات الGmail بتاع حضرتك، هتنزل تحت هنا أهو عند security اللي هي علامة القفل. طيب لو أنا كنت دوست هنا أهو كان هيجيبني برضه هنا أهو، وطبعًا لمّا تروح عند كلمة security دي هتلاقي عندك أول حاجة الحاجات اللي قدامك دي لازم تتفعل، أول حاجة وهي التحقق بخطوتين، أول حاجة هنعملها إن إحنا هنفعّل التحقق بخطوتين، تاني حاجة هنعمل recovery phone أو نحط رقم تليفون بحيث إن حسابنا لو اتسرق نقدر نرجّع الحساب بتاعنا برقم التليفون، وكمان هنعمل recovery email، هنحط هنا إيميل Gmail بحيث إن برضه لو الإيميل اتسرق أقدر أرجّعه بالفون وبالGmail. تعالوا دلوقتي نضيف الكلام ده كله، هتخش من هنا أهو هيقول لك طيب حضرتك ببساطة شديدة دخّل لي الباسورد بتاع الaccount ده، تمام؟ فبعد ما دخّلت الباسورد بيقول لي حضرتك ممكن تضيف لي رقم التليفون، هاقول له حضرتك ما فيش أدنى مشكلة، نبتدي ندخّل رقم التليفون، من هنا أهو بتختار علامة الدولة، أنا في مصر فهاختار مصر، أنت في الجزائر تختار الجزائر، العراق تختار العراق، الكويت كذلك الأمر، يعني أي دولة أنت فيها تختارها من هنا أهو. أنا عن نفسي بس أجيب مصر كده أهو، مصر، 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 مصر أم الدنيا، مصر، مصر الظاهر كده عدِّت أهي، جبنا مصر، وبعد كده نكتب هنا رقم التليفون، وبعد كده هندوس التالي. بعد كده هو بيقول لي طب دخّل الباسورد تاني، هاقول له حاضر ما فيش مشكلة، زي ما أنت ما شايف تمت إضافة رقم التليفون بنجاح، وطبعًا أنا آسف معلش أنا خايف رقم التليفون لأن دي حاجة شخصية، تمام، يبقى رقم 1 إحنا كده أمِّننا الحساب بنسبة رقم 1، رقم 2 هنخش برضه على كلمة الأمان وهننزل تحت ونضيف بريد إلكتروني، هندوس على إضافة عنوان بريد إلكتروني ومن هنا أهو برضه نضيف account Gmail، لازم يكون معاك account Gmail تاني تكون أنت حافظه طبعًا يعني، تمام، هنكتبه هنا أهو برضه نفس القصة برضه أهو .com أوكي، وبعد كده ندوس حفظ، زي ما أنت ما شايف بيأكد عليَّ بيقول لي حضرتك طب إحنا بعتنا لك رسالة في account الGmail ده، بعد إذنك قُل لنا الرسالة اللي جات، بعد كده فتحت في account الGmail نفسه وجبت الكود اللي طلبه مني اللي هو ده، هادخّله هنا أهو، وبعد كده أعمل إثبات الملكية، كده ببساطة شديدة أنا ضِفت بريد إلكتروني وضِفت التليفون، بعد كده نفعّل ميزة التحقق بخطوتين، ويعني إيه ميزة التحقق بخطوتين؟ دي ببساطة شديدة أي واحد هيفتح الaccount ده لازم في البداية يثبت ملكية رقم التليفون، ويثبت ملكية account الGmail اللي أنت لسه ضايفه، وطبعًا ببساطة شديدة الحرامي مثلًا اللي سرق القناة بتاعتك ما يقدرش يخترق القناة لأن هو مش هيكون معاه رقم التليفون بتاعك ولا account الGmail التاني بتاعك، فده بيصعّب من عملية سرقة القناة. هنيجي من هنا أهو ونفعّلها ببساطة شديدة، زي ما أنت ما شايف بيقول لي جاري التفعيل أهو، وبعد كده ندوس done زي ما أنت ما شايف تم تفعيل التحقق بخطوتين، وبكده ببساطة شديدة يبقى أنت account الجيميل بتاعك محمي بنسبة تفوق ال100% بعد فضل الله، فما تنساش إنك تشترك وتحط لايك في القناة بتاعتنا، لأن ببساطة شديدة بنقدم معلومات تخص كل منشئين المحتوى. سلام عليكم.